مساء الفل، معاكم الدرش فيديو جديد. ومين بيعمل احسن طاسه جبن في القاهره؟ عايز اقول لكم ان انا كل ما بروح اسكندريه باكل عند البان سويسرا وبقالي وطاسه، باكل من عند كل الناس. هل البراندات اللي موجوده في القاهره هتقدر تنافس البراندات اللي موجوده في اسكندريه من حيث طعم الجبن وكميه الجبن الموجوده؟ وهل هيبقى فيه غش في طاسه الجبنه ولا لا؟ لان في ناس كتير بتحط عليها نشا ودقيق. هل هنقدر نميز ولا لا؟ على طول اللي هيكسب معانا النهارده هندخله معانا في المنافسه مع طاسات اسكندريه، واللي مش هيكسب هنطلعه. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه، ولو عندك فكره فيديو اكتبها لي في كومنت. يلا نبدا مع اول واحد جه النهارده، شيدرز. هو اول واحد جه معايا النهارده. احنا جبنا من كل مطعم معانا النهارده طاسه كريسبي وطاسه سجق، ودول المفروض اشهر حاجات موجوده في الطاسات. تعال نبدا مع شيدرز ونفتح. ايه ده؟ طلع العيش. ده كده شكل الاوردر من عند تشيدرز. هو جايب الاوردر كده، جايب فيه عيش، جايب 4 عيش كبير، وكام كده لقمه محمصه برده شكلها حلو قوي، وجايب طاستين الجبنه. وعايز اقول لكم ان ريحه الجبنه ماليه الاستوديو. هو انا بصراحه مش عارف افرق مين فيهم الكريسبي ومين السجق، فتعالوا بقى نفتح ونشوف. بس عايز اقول لكم شكلهم حلو جدا. تعالوا نبدا مع اول طاسه. عايز اقول لكم ان هو جاي دليفري، فاكيد يعني مش هنستنى ان الجبنه تشد، بس ايه، هنعمل ميكس كده عشان هي مسكت شويه من الدليفري. دي طاسه السجق. دي كده شكل اللقمه. عايز اقول لكم ريحه الشيدر باينه قوي. عايز اقول لكم ان السجق جاي مدخن، طعمه حلو قوي، ومتقطع عليه خضار صغير كده. الطعم بتاعها عالمي. السجق كله موجود تحت في الطاسه ومش باين من فوق، بس كميه السجق محترمه قوي. اكتر جبنه طعمها طاغي الجبنه الشيدر. عايز اقول لكم مديها طعم الطاسه بحته حلوه قوي. في طبعا جبنه موتزاريلا، بس عشان الاوردر جاي دليفري فهي مش بتشد يعني. بس كتجربه اولى الطعم بتاعه عالمي. تعالوا ندوق تاني طاسه، الكريسبي. هو شكل الجبنه موتزاريلا كتير قوي في الاوردر. طيب هو جايب لنا كده الكريسبي متقطع كده على فراخ، وفيها كده بيبروني. اوريه لكم، حاطين كده بيبروني مع الكريسبي. عالميه دي. طعم الجبن حلو قوي، والفراخ اللي معموله كريسبي دي عاجبني فيها قوي، ان هي مش فراخ شركات، هي بنيزه اللي بتتعمل في البيت. طعمه حلو قوي. الطعم بتاعها غني، طعم جبن باين، مفيش اي تكتلات خالص، مفيش اي حاجه تدل ان هو معموله من نشا او مضاف عليها دقيقه او كده. بصراحه طعمها خطير، واول واحد جاي النهارده عالمي. ده يخش معايا المنافسه وش. يعني نخش على ثاني واحد. تاني واحد جه معانا النهارده وهو اليكس الفلاح. هو المطعم اسمه كده. تعال نفتح الاوردر. وجايب الاوردر شكل شيك كده، جايب مع كل طاسه 2 عيش. يعني حاول ما مايلهمش قوي عشان الحاجه ما تقعش. ده شكلهم كده، التغليف شكله حلو قوي بصراحه. وجايب هو رغيف عيش من اللي هو بيبقى عليه سمسم، ده شكله حلو قوي. بصوا ده كده شكل الاوردر، جايب 4 عيش بسمسم وشوكتين. انا اول مره اشوف طاسه الجبنه بالشكل ده. بصوا كميه السجق عامله ازاي. عايز اقول لكم تقيله جدا، وعايز اقول لكم ان حاسس ان الجبن اقل بكتير من التوبنج اللي على الوش. في سجق كتير قوي هنا. بص شكلها عالمي بصراحه. نبدا بقى بالسجق. عايز اقول لكم كميه السجق اللي على الطاسه مش طبيعيه. عارف السجق ما بيخش على الجريل كده معاه بصل وفلفل واسكندراني، طعمه قوي. اكتر حاجه حاسس بالطعم بتاعها طعم السجق. يعني انا هحاول اوريكم اللقمه كده. واحد مش عارف يدوق الجبنه، والله ما عارف يدوقها ازاي، البتاع كلها ملغوصه. اعمل سندوتش، افتحه واعمله سندوتش، وانا اعمل لامه ايه، نحط السجق ونرفع عليه بقى ايه، خلطه. ده كده شكل اللقمه بعد ما عملناها. عايز اقول لكم كميه السجق مش طبيعيه. سجق اسكندراني كده عليه جبنه، كميه الجبنه جايه مش طبيعيه. تعال بقى ندوق اللقمه كده. الطعم بتاعه عالمي، بس انا بالنسبه لي هو مش مقرب خالص من فكره طاسات الجبنه بتاعت اسكندريه. لان اكتر حاجه ده هنا طعم السجق. حاسس ان انا باكل سندوتش سجق اسكندراني عليه شويه جبنه. تاني طاسه كده هي طاسه الكريسبي. عايز اقول لكم ان هي جايه كده عليها فلفل الوان من فوق، وقطع الكريسبي هي ده المنظر بتاعها. بس كميه الخلطه مش طبيعيه، يعني تحس انت مش بتاكل طاسه جبنه، لا هي برضو حاسس بالجو بتاع الجريل. يلا نجربها. عايز اقول لكم الفكره في البراند ده ان الحاجه طعمها حلو قوي قوي قوي، بس الميكس ده انا اول ما اجربه. هو ده مش ميكس طاسات اسكندريه، بس هو طعمه حلو قوي. الجبنه هنا موجوده بشكل اكتر شويه بكتير من السجق. قطع الفراخ كبيره جدا وموجوده بكتير قوي، مخليه طعم الطاسه تحفه. انا لازم اجرب المنيو الكامل للمطعم ده بصراحه. انا اول مره اطلب من عندي. حلو قوي، بس هيبقى بعيد عن حلقه طاسات الجبنه بتاعت اسكندريه. بس انا بالنسبه لي لا، هو مش في المنافسه خالص، لان الطعم بتاعه بعيد خالص. اقل حاجه باينه اصلا طعم طاسه الجبنه.
نخش على بعض. تالت واحد معانا دسوقي اند صودا. هو اكتر واحد جاي، الباكنج بتاعه حلو قوي، وعايز اقول لك ان هو يعني جايب حاجات انا مستغرب مش عارف ايه ده، يعني ده عيش ولا ده ايه، بس هو حجمه تقيل قوي. تعالوا نخرج كده. عايز اقول لكم ان البيكنج شكله جاي حلو قوي. بص حاطط كده في كرتونه وكاتب عليها دسوقي اند صودا. اوه، بتهيألي دي هتبقى اكبر طاسه جت النهارده، مش عارف وزنها تقيل قوي. احسن حاجه عجباني ان الحاجه جايه مش متبهدله من الدليفري، الحاجه جايه بص، يعني عايز اقول لكم الطاسه نفسها شكلها مليانه على الاخر. بص انا عمال اوقف فيها ما وقعتش، ده شيء كويس جدا. واللي ساير فضولي قوي انا مش عارف ايه ده، يعني هل ممكن يكون ده العيش؟ بس هو محطوط بطريقه كده، اكيد مش عيش فينو. حلوه الحركه دي. حط عيش صامون، اللي هي اللقمه بتبقى الطويله دي. مش عارف، حاسس اللقمه دي هتبقى لايقه قوي على هتبقى لايقه على الطاسات، صح؟ حط عليها حبه البركه وسمسم كده. عايز اقول لكم الشكل بتاعها حلو قوي. يلا نفتح الطاسات. هوب. اوه، ايه ده؟ ده بشاميل ده. ده كده شكل الاوردر بتاع صويا اند صودا. جايب 6 عيش صامون كده، شكلهم حلو جدا وصابحين. بصوا بقى على الجمال ده. انا اول مره اشوف طاسه جبنه عامله كده، تحس انها بشاميل. بص الشكل بتاعها حكايه. وبرضه انا مش عارف افرق مين فيهم السجق ومين فيهم الكريسبي، بس شكل بتاعهم حكايه. عايز اقول لكم ان هي شكلها متماسك الى حد كبير قوي، يعني ماسكه نفسها كده، مش صايصه خالص. بس من جوه بصوا كميه الدسم فيها مش طبيعيه. ليه كده؟ ده طلعت السجق باين. ايه ده؟ طعمها بريميوم اول. بصوا كميه الصوص هنا، تحسه كده بشاميل. تعال ندوق بقى نشوف هيبقى طعم جبنه قوي. امم طعمها بشاميل والله. الطعم بقى بتاع بشاميل قوي. هو الطعم الغالب عليها طعم بشاميل قوي، مش طعم الجبنه. يعني هي فيها طعم جبنه كريمي من بعيد، وده من بعيد فيها برضه طعم بسطرمه. انا مش عارف هو جاي من البسطرمه ولا ممكن تبقى المروحه بتاعت السجق. والسجق اللي فيها مش سجق، هو جاي سوسيز. طعمها حلو وتلكم قوي، بس هي برضه بعيده كل البعد عن طاسات اسكندريه. بس طعمها عجبني قوي. تعالى برضه نبص على الطاسه الثانيه. بصوا كده، ده كده الشكل. اطلع. بصوا حجم قطعه الكريسبي قد ايه. الحجم بتاعها كبير قوي، والموضوع شكله فاهم واخدني الحته. طعمها بيتي وحجمها كبير. مش هتكلم على صوص الجبنه، هي نفس الفكره. انا حاسس اكتر بطعم ان هو لبن على بشاميل. انا مش ضارب، مش جاي معايا خالص ان هو قريب من طاسات اسكندريه. طعم الشيدر مش قوي فيه، طعم الكيري مش باين فيه، الموتزاريلا يعني مش شايفها اصلا. بس الشكل العام والوش بتاعه والتجربه نفسها، الاكسبيرينس نفسها قويه قوي. عاجبني قوي، بس برضه مش هخش منافسه. هنخش على بعضه. رابع واحد معانا كافيه شاي بليمون. عايز اقول لكم اي اكله بتبقى مش منطقيه حابب اطلبها من القاهره ومش عارف الاقيها فين، بروح مكلم كافيه ده الاول. عايز بيتزا، يعني في حاله البيتزا هو كان جايب لي اكبر بيتزا. يعني عايز اي حاجه بلاقيها عند شاي بليمون بصراحه. فهو جايب لي كده الاوردر متغلف. انا كلمتهم السلام عليكم وعليكم السلام، تعملوا اتصال جبنه؟ قال لي ده من اللي انت عايزه حبيبي. يعني خلاص قفلت. ما جايبينه مقلوب ولا انا بتاع؟ جايبينه فوق وتحت. يا دين النبي، ايه ده؟ شفت التخاطفه؟ لا 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 لا. ايه المنظر ده؟ هو جاي قال لك ناحيه واحده مش هتكفي فهحط له في الناحيتين، يعني هو ما فيش كونسبت غير ده. مش عارف ايه ده، عيش ده؟ والحاجه جايه متغلفه شكلها شيك كده اه اه بصوا شكلهم عيش هم اللي عاملينه. شايفين السمسم وحبه البركه واللقمه اصلا شكلها والله العظيم حاجه شكلها يفرح والله. يلا نفتح. ده كده شكل الاوردر، وهو جايبين عيش هم اللي خابزينه. بصوا العيش شكله حلو جدا. جايبين كميه كبيره، 6 رغيفه، يعني كل طاسه معاها 3 رغيفه من العيش الجميل قوي ده. بصوا بقى على منظر الجبنه. طاسه الجبنه حطها لك على الاتنين كده. بص السجق متقطع حتت صغيره. والله العظيم الريحه بتاعته حكايه. بص الناحيه التانيه، حاطين كده الكريسبي مع بيبروني، والكميات مش طبيعيه. يعني بص انا هحاول ابعد لكم على قد ما اقدر، كميه الطبق وانا بشيله مش طبيعيه. كيري كيري كيري، مش كيري بريزيدون. كيري كيري. السجق حلو قوي قوي. عايز اقول لكم حجم طاسه الجبنه جايه حلو قوي. مقطعين الكيري حتت صغيره زي ما وريتكم كده. الصوص نفسه تقيل، وفي نفس الوقت الشيدر باين فيه، طعم الشيدر باين فيه قوي. وفي كيري غير مكعبات الكيري المحطوطه. الحاجه كميه يعني طاسه زي دي 2 3 ياكلوها والله. بريميوم جدا. ميكس جبن ودخل في بقك طعمه مش طبيعي. مش طبيعي.
نعمل لقمه بقى. انا مش عارف لو رحت بقى كنت خدته صاله ما كنتش جبته دليفري كان يبقى طعمه عامل ازاي اصلا. ده منظر اللقمه كده، بصوا السجق مع قطع الكيري الصغيره، مع الميكس جبن اللي تحت في الصوص، مع اللقمه نفسها مليانه سمسم. مم. حلوه قوي وتقيله قوي، طعمها مش طبيعي. تعالوا بقى نبدا ندوق الاول الكريسبي. طعمه حلو بس في سنه سبايسي كده، هي مش مضايقاني بس الناس اللي ما بتحبش السبايسي هتضايقها. مش عارف، البيبروني مالح قوي بالنسبه لي هنا وفي نفس الفكره برضو الكريسبي مالح شويه، بس الجبن مغطيه على الطعم على الملوحه دي بشويه، بس مضايقاني شويه. السجق دي تنافس وش مع اسكندريه، ودي كده هتنافس معانا. اخر واحد معانا ترويقه، ده الوحيد يعتبر جايب كاتشب وجاي مع كل طاسه كده 3 عيش بسمسم. ده كده شكل الاوردر من ترويقه، جايب 3 عيش كده مع كل طاسه. وبص هو بس مش عارف كميه صغيره قوي، يعني دي طاسه الكريسبي وحاطط معاها بطاطس مش عارف، بس بص صغيره جدا يعني. بس الشكل العام بتاعها كويس، بس فيها ايه، فيها تخريص كده وبتاع، فشكل الجبنه اللي فيها مش كلها جبن، ممكن يكون عليها ضايف عليها حاجه. ده كده شكل ايه ده، ايه ده، ده مش سجق ده، المفروض احنا طالبين دي سجق بس تمام يعني. ودي المفروض شكل السجق عندهم، بس ده طبعا مش سجق. فده شكل الاوردر، تعال نجربه. طيب هي بدايه التجربه مش لذيذه لان هو ما جابش السجق، هو جايبها لي كده سوسيز، فمش عارف. فتعال نجرب الكريسبي الاول. الحاجه مش جبنه قوي، بص هي مخرزه كده، الجبنه هي اول حد يجي مخرز كده النهارده. وفي حاجه غريبه انها في الجنب هنا في ميه كده، مش عارف دي ميه ايه، مش عارف هي باينه عندكم في الكاميرا ولا لا. في ميه كده في الاوردر، فمش عارف الميه دي مصدرها ايه. هي ريحتها حلوه، الفراخ جايه مجلده قوي. طيب الصوص ده نفسه طعم ايه، عارف انت الزبده مع الجبنه اللي بيحطوها في قلب الكوردن بلو، هي نفس الطعم ده، ما قربتش من طاسات اسكندريه خالص. والله الفراخ مجلده قوي، مش لذيذه. طيب تعال ندوق برضو السوسيز، المفروض ان هو سجق عشان عادي السوسيز بقى حتى ما فيهوش تتبيله ولا حاجه، طعم التتبيله بتبقى عليه نفسه، وانت بتشتريه بيبقى فيها نفس الطعم. فمش عارف، ده يعتبر الاوردر الوحيد اللي فكس النهارده او مش مزاجي، ما عجبنيش النهارده. فحلو قوي على التجربه لغايه كده، يعني هو مش لذيذ قوي فهو مش هينافس لا خالص. تمام، يلا نشيله. طيب كده بالنسبه لحلقه النهارده، اكتر 2 جم كيفوني قوي النهارده. هو اول حد جه تشيدرز، عايز اقول لكم جاي قريب جدا من طاسات جبنه بتاعت اسكندريه، طعمه بتاعه حلو قوي، مفيش طعم دقيق، مفيش نشا، مفيش اي حاجه مكتله، طعم الجبن باين، الكيري باين، كل حاجه جايه بيرفكت فيه. واللي عجبني معاه النهارده قوي طاسات الجبنه اللي جايه من كافيه شاي بليمون. عايز اقول لكم ان كميه الدسم وكميه الاوردر نفسها، نظافه السجق، نظافه الجبنه الكيري، مقطعه لك قطع، الصوص كتير قوي، جبنه ما فيهوش تكتلات، ما فيهوش اي نشا او ضيق خالص. دول اكتر 2 عجبوني النهارده، واكيد هيخشوا منافسه وش مع طاسات اسكندريه. ان شاء الله لو عملت حلقات قريب في اسكندريه اكيد هجيب من ال4 براندات معايا واجربهم في حلقه واحده. دي كانت حلقه النهارده من الدرش، استنوني في الفيديوهات الجايه، سلام.